أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة والتي سنتحدث فيها عن البيان الذي صدر اليوم من قبل الأحزاب الكردية، والتي نددت فيه بتخصيص 4 مقاعد لمجلس الشعب من قبل الحكومة المؤقتة في سوريا، واعتبرته محاولة جديدة لتكريس التهميش والإقصاء بحق الشعب الكردي، وأيضا أنه إعدام سياسي لحقوق الشعب الكردي. طبعا في لحظة تتجه في سوريا نحو إعادة بناء الدولة بعد سنوات الحرب والانقسام، تعود قضية التمثيل السياسي إلى الواجهة، لكن هذه المرة من بوابة مجلس الشعب، وبالتحديد محاولات الإقصاء والتهميش من قبل الحكومة المؤقتة، وأيضا الإنكار لإرادة الكرد والشعب الكردي والدور البطولي والريادي الذي قدمه الكرد، سواء كان عبر محاربة داعش، عبر التضحيات التي قدمتها الأهالي في هذه المنطقة. سنناقش هذا الملف مشاهدينا الكرام مع ضيفي هنا في الاستوديو السيد سليم مجيد، عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا. سيد سليم، مرحبا بك ضمن حلقتنا لهذا اليوم وعلى شاشة روجافا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك. سيد سليم، كان لكم بيان اليوم بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب في مدينة الحسكة. لماذا وصفتم التمثيل الحالي للكرد في مجلس الشعب بالإعدام السياسي حيال ما قامت به الحكومة المؤقتة بتخصيص 4 مقاعد فقط بالنسبة للأحزاب الكردية الموجودة في مناطق روجافا؟ يعود ذلك على نسبة الكرد في سوريا 20%. نعم. فلو جئنا وطبقنا هذه النسبة، يجب أن يكون للكرد 42 مقعدا في البرلمان السوري. فأين 42 عضو كرسي وأين 4 كراسي؟ هذه الانتخابات برأيي وبرأينا نحن كحزب هي ليست ديمقراطية ولا تمثل الديمقراطية بالصلة. نعم. وإنما تشبه إلى حد ما مجلس الشورى، لأنها تجري في غرف سرية وبعيدة كل البعد عن أعين الشعب. نعم. وهي لا تمثل الشعب السوري بمجمله بتنوعه بكل أطيافه. نعم. لأنها مثلا أنها غير ديمقراطية 6 أو 12% أظن من الكراسي يحددها رئيس الحكومة الانتقالية. نسبة معينة لا أدري بالضبط، 6 10 12. كيف لرئيس الحكومة أن يحدد عدد الكراسي التي يقوم هو بتعيينها؟ يعني هو يعين نسبة محددة. نعم. لأعضاء مجلس الشعب البالغ 210. نسبة هو يحددها، وما تبقى يجب أن يتم توزيعها. نعم. نحن ككرد يعني 4 كراسي، ف4 مقاعد بالنسبة لمنطقة، أنا لا أقول منطقة محافظة الحسكة، سوريا بشكل عام، سوريا بشكل عام، ولا منطقتنا نحن هنا روجافا كردستان. منطقة كردية جغرافيا. فكيف يعني شلون 42 يطلع لنا 42 كرسي ما أعطونا غير 4 كراسي؟ ال4 كراسي اللي أعطونا كمان تم تعيينها من قبلهم، وأيضا هي بعيدة كل البعد عن رأي الشعب. يعني 2 ب2. نعم. هو واضح كلامي، 2 ب2، وهن يحددوا مو الشعب. الشعب بعيد كل البعد عن هذه الانتخابات. نعم. سيد سليم، كان لكم أيضا بيان اليوم للتنديد بهذه الإجراءات وأيضا أفعال الحكومة المؤقتة. نتابع مع مشاهدينا الكرام مشاهدينا هذا البيان من قبل الأحزاب الكردية باللغة العربية، وبعدها نناقش مضمون هذا البيان وأيضا تأثيره على سوريا بشكل عام في حال استمرت سياسة الإقصاء والتهميش بالنسبة للشعب الكردي وحقوق الشعب الكردي وأيضا التمثيل الكردي في مجلس الشعب. نتابع هذا البيان ومن ثم نعود. بيان إلى الرأي العام في وقت الذي يتطلع فيه الشعوب السورية إلى بناء دولة المواطنة والشراكة الحقيقية والاستفادة من تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في تمثيل جميع المكونات في روجافا وشمال وشرق سوريا، وبناء عليه
في إسراء عملية تأسيسية لسوريا المستقبل وإيجاد مسار سياسي شامل ينهي عقوداً من القوانين العنصرية والتغيير الديمغرافي بحق الشعب الكردي الذي قارع النظام البائد وقدم في الثورة السورية والحرب ضد داعش آلاف الشهداء وجرحى. بعد إسقاط النظام البائد نظام البعث وأبطال تلك القوانين والمشاريع العنصرية بحقه استعاد حقوقه المشروعة وإفساح المجال لمشاركته في بناء دولة سورية من جديد، وهو المسار المطلوب والعادل لبناء سوريا من جديد على أساس العدالة ونيل الحقوق. إلا أن الحكومة المؤقتة في دمشق تجاهلت كل هذه الحقائق وأعلنت عن ما يسمى انتخابات مجلس الشعب السوري، والتي ليست في واقعها سوى عملية تعيين واهية قبلت إرادة الناخبين وأعادت إنتاج آلية الإقصاء القومي والسياسي وتثبيت مشاريع عنصرية بحق الكرد، وذلك بتعيين 1 أشخاص مسبقا من عرب الغمر حزام العربي في محاولة لإدماج في المنطقة وكأنهم حالة طبيعية وليست ناتجة عن مشاريع تغيير الديمغرافي، ممثلا عن سريكانية في منطقة الكردية، وكذلك ضم العديد من خارج محافظة إلى هيئة الناخبة. هو تأكيد على أن المنطقة الكردية تفتقد انعدام آلية في تغيير أو تمثيل إرادة الشعب إلى جانب الهيئات المنتخبة، كما أن حصر التمثيل الكردي ب4 مقاعد هزيلة من أصل 210 مقعدا في مجلس الشعب يمثل التفافا صارخا على الحقائق الديمغرافية والسياسية على الأرض. فالشعب الكردي في روجافي كردستان الذي يشكل مكونا أصيلا وتاريخيا لا تقل نسبته عن 20% من إجمالي سكان سوريا يحرم اليوم عبر تعيينات ممنهجة من صوته الحقيقي وحقه المشاع في صنع القرار الوطني. بناء على ذلك نؤكد في القوى والأحزاب السياسية الكردية على أننا نرفض جملة وتفصيلا هذه التعيينات، ونعتبر آلية التوزيع الحالي استمرارا لسياسات التهميش العنصري الهادف لتغييب القضية الكردية، ونتمسك بحقنا في تمثيل البرلمان الحقيقي لا يقل عن 40 مقعدا لأشخاص كرد يتبنون قضية شعبهم العادلة المتمثلين عن روجافي كردستان منطقة الكردية تماشيا مع النسبة السكانية الواقعة للمكون الكردي. كما نحذر بأن قبول أي جهة سياسية أو اجتماعية بتثبيت هذه المقاعد ال4 هزيلة سيمثل سابقة تاريخية بالغة الخطورة، حيث سيبني عليها مستقبلا في تحديد حصص المكون الكردي في كافة مفاصل الدولة من الوظائف السيادية والحقائب الوزارية ومؤسسات قضائية ودبلوماسية، مما يعني حكما بالإعدام السياسي على حقوقنا للأجيال القادمة، وبأنه تلك الجهات تتحمل مسؤولية تاريخية عن هذا العمل أمام الشعب الكردي. إننا نوضح للرأي العام أن المقاعد الممنوحة لا تعبر عن إرادة الكردية الحرة، بل هي تعيينات لا تملك أي جهة كردية تفويضا شعبيا بقبول ذلك، وإنها لا تخدم تطلعات الشعب الكردي بتثبيت حقوقه في سوريا، وإن استمرار نعم مشاهدينا، كما شاهدتم كان هذا البيان من قبل الأحزاب الكردية في المنطقة، والتي نددت فيها بما وصفوه بالإعدام السياسي بحق القضية الكردية، واستمرار أيضا لسياسة التهميش والإقصاء بحق الشعب الكردي. أعود مع ضيفي هنا سيد سليم. سيد سليم، يعني تابعنا هذا البيان، رسالة للرأي العام. هل تعتقدون أن دمشق ما تزال تنظر للقضية الكردية بعقلية النظام السابق، نظام بشار الأسد، واستمرار أيضا لسياسة التهميش والإقصاء؟ بل ربما أكثر، لأنه هذه الانتخابات أو ما يجري الآن العمل لمثل هذه الانتخابات هي ليست بأفضل من الانتخابات السابقة التي كانت تجرى في أيام النظام البائد، أيام حافظ أسد وابنه، مع العلم أنه النظام البعثي البائد هو صاحب العقلية الشيفونية العنصرية ضد الأكراد.
يعني ما الحزام العربي كان من صنع هؤلاء، نعم. والإحصاء الجائر بحق الشعب الكردي أيضا من صنع هؤلاء. مع هذا ما يوجد الآن من الانتخابات هي أسوأ من الانتخابات المزورة واللا شرعية على ذاك. يعني الانتخابات التي تجري حاليا هي ليست بأفضل من تلك الانتخابات اللا شرعية والمزورة أيام النظام البائد، لأنه هذا تعيين وليس انتخاب. بالانتخابات عادة هناك رأي للشعب، ما يتم تعيينه لا نستطيع أن نسميه مجلس للشعب، وإنما هو مجلس تعيين، لأنه كله تعيين من ألفه إلى يائه. ليس هناك مجال للانتخابات وليس هناك دور للانتخابات، وإنما يتم تعيين هؤلاء حتى المختارين أو المحددين لبقية الأطراف أو كأنها كالأكراد يعني الكرد أيضا يتم تعيينهم خارج إرادة الشعب الكردي. نعم سيد سليم، هل هنالك تواصل مع الحكومة المؤقتة في سوريا؟ هل وصلتم تنديدكم بما يحصل والقرارات التي تم إصدارها منكم؟ وحول شكل التمثيل، هل لديكم أي تواصل مباشر مع الحكومة المؤقتة في سوريا كأحزاب كردية في مناطق روجافا؟ كأحزاب كردية أصحاب اعتقادي في حكي، في مجالات، في حديث، لكن نحن كحزب يساري كردي في سوريا ليس لنا أي مشاركة ولن نشارك أبدا في مثل هذه الانتخابات. نعتبرها مهزلة ولا هي ليست انتخابات أبدا، ولا تمت الانتخابات بالصلة، وإنما عبارة عن تعيين ناس محددين لأجندات معينة تخضع أو تخدم السلطة الحاكمة في دمشق. البعض يقول من الشارع هنا، سننقل آراء الأهالي أيضا والشارع الكردي، البعض يقول أن الأحزاب الكردية بعضها تريد حصة في مجلس الشعب ولا تريد التمثيل الوطني للشعب الكردي. الآن قلنا قبل قليل عندما تم تحديد 4 مقاعد كحصة، كحصة صارت 2 مناصب إيه؟ يعني 2 لهالطرف و2 لهالطرف هذا. رغم هذا ال4 المختارين أو ال2 اللي تم اختيارهم كمان لم يعد أحد لم يرجع أحد إلى الشعب ولم يأخذ رأي الشعب بأي منهم، وإنما هؤلاء أيضا ال4 لازم يكونوا أو مفروض مثل ما تم تعيينهم يكونوا تابعين لمن عينهم. خطورة هذا النموذج على مستقبل الدستور السوري سيد سليم، قال استمر هذا النهج سيؤثر سلبا على الشعب الكردي كثيرا. مثلا هلا إذا أعطونا 4 وقبلنا بال4، نعم، مستقبلا في انتخابات قادمة في مجالس أخرى، في أمور أخرى سواء كان دستورية أو حكومية، سيرجعون إلى ماذا؟ إلى النسبة التي منحوها لنا. وأصلا لما يعطونا 4 بكرة أي انتخابات تصير طيب يقول يا ما أنتم حصتكم 4، يعني مستقبلا يؤثر سلبا على الشعب الكردي. يعني سيكون هذا الرقم 4 مقاعد مرجعا مستقبليا أبدا، لتقاسم السلطة. سلبا على الشعب الكردي، يؤثر سلبا على الشعب الكردي. طيب بالنسبة لشكل الحكم في سوريا كأحزاب كردية، نظرتكم لشكل الحكم في سوريا لانتخابات مجلس الشعب، ما هي نظرتكم لما يحدث من ترتيبات حاليا في الحكومة المؤقتة بالنسبة لمجلس الشعب الدستور السوري؟ هل تواصلتم مع الحكومة المؤقتة مع الأحزاب السورية الأخرى داخل سوريا للحديث عن مستقبل البلاد والدستور في المنطقة؟ نطالب بهذا الشيء، لكن شكل الحكم في سوريا أظن هكذا فهمت من سؤالك، إنه يعني رأينا في النظام الحكم في سوريا واضح. نعم، موقفنا وموقف السوريين بشكل عام واضح. هذا شيء كل معنى الكلمة، يعني منظمات قاعدة يرجعونا لعصور قديمة ل 1400 سنة قبل الآن، لأيام الخلفاء أو لأيام مجلس الشورى وما شابه ذلك، لأنه كل شيء بعيد عن الانتخاب فهو لا يمثل الشعب. وكل أنا كمواطن وكحزبي مثلا حزب اليسار الكردي، طالما لم يؤخذ رأيي ولم
يأخذ رأيي في انتخاب أو في ترشيح فلان من الناس. فإذا هذا لا يمثلني، هذا مجلس الشعب لا يمثلني، هذا ليس مجلسا للشعب، وإنما لأنه هو محدد ومعين من الألف إلى الياء كما قلنا سابقا. معين تعيين بدون أي مناقشة. طالما معين فهو لا يمثل الشعب، وإنما يمثل فئة معينة لها أجنداتها الخاصة. إلى أي مدى تشعرون أن المجتمع الدولي مهتم فعلا بتمثيل الكرد في سوريا الجديدة، أو فعلا مهتم بحقوق الكرد في سوريا؟ المجتمع الدولي حتى الآن لم نرى شيئا إيجابيا بالمعنى المطلوب للكلمة، انه الوقوف الى جانب الشعوب المظلومه. بالعكس، هؤلاء اصحاب مصالح. علاقته معي ومعك بحسب مصلحته، انتهت المصلحات تنتهي العلاقه ايضا. وموقف الامريكان وبعض الدول وكثير من الدول واضحه وضوح الشمس. يعني بالامس كيف كانوا واليوم اين اصبحوا واين صاروا. كانوا او كنا معا في محاربه داعش. من حارب داعش؟ من أخرج داعش؟ من أحرق داعش؟ من؟ الشعب الكردي، الأكراد، قصدي، واضح يعني كل الناس بيعرفوا. طيب هل مصلحة الأمريكان انتهت؟ معناتها نحن انتهينا؟ نحن ما انتهينا، لأنه هن ماذا يقولون؟ يقولون لا صداقات دائمة ولا عداوات دائمية، هناك مصالح دائمية. له علاقة، له مصلحة معك فعلاقته معك قوية، انتهت المصلحة انتهت العلاقة أيضا. وأنا هكذا أرى الأمم المتحدة. أنا أحيانا كنت أسميها شيء آخر، أقول مجلس الحرب الدولي. كنت أقول في بعض القصائد اللي كتبتها كتبت مجلس الحرب الدولي. هذا ليس مجلس الأمن الدولي، وليس حقوق، يعني ما في لجان حقوقية بكل معنى الكلمة، وما في مجالس دولية أممية توقف فعلا عند الحق وتناصر الحق وتعطيه لأصحابها الحقيقي. بالعكس، يسيرون وراء مصالحهم، حتى مصالحهم موجودة عندك فهم معك. انتهت المصالح انتهت العلاقة. كيف ترون موقف القوى والأحزاب الأخرى العربية في المنطقة، سواء كان في الداخل السوري أو في المنطقة لدينا في مناطق رجابة والشمالي والشرقي سوريا؟ هل هي تقف مع مطالبكم أم هي ضد هذه المطالب برأيك؟ القسم الكبير مع مطالبنا. القسم الكبير مع مطالبنا، لأن مطالبنا شرعية ومطالبنا حقيقية وواقعية. نحن لا نطالب بالمستحيل، لم نطالب بالمستحيل. نحن الحقوق تنتزع لا تؤخذ. هي ليست مجال انه والله اعطينا حق فلان لفلان. بالعكس، حقي انا بدي انتزعه، بدي اخذه غصبا عنه، شاء من شاء ابى من ابى. هذه الطريقة في انتخابات مجالسنا ومجلس الشعب الحالية، هل هي قادرة على إخراج سوريا من أزمتها البنيوية المعقدة؟ باعتقادي لا. باعتقادي لا. طيب أين المخرج؟ أين يكمن المخرج؟ المخرج يكمن في العودة إلى القرار الأممي 2254 2254 لعام 2015، والقاضي بتشكيل حكومة، حكم انتقال للسلطة والتحضير لانتخابات ديمقراطية. لو عدنا إلى هذا ممكن أن نصير في الطريق الصحيح، وإلا ما يجري الآن ليس بقادر على أن إخراج سوريا من هذه البوتقة ومن هذه الأزمة البنيوية المعقدة. هل هذا القرار برأيك متمثل بضغط إقليمي، من مخاوف إقليمية كتركيا مثلا، من محاولات إضعاف أي تمثيل كردي أو مشروع كردي في الفترة القادمة؟ طبعا الأتراك أو الترك كما نسميهم لهم يد الطولة في هذا الصراع، وهم أساس الخلاف، وهم أساس الفتنة، وهم أساس العنجهية. يعني لو شاهدت الدولة التركية، لو شاهدت خيمة في هونولولو أو في بلاد الواقواق تكون عائدة للأكراد، لو استطاعوا لضربوها وكسروها. هم لا يريدون الأكراد ولا يريدون للشعب الكردي. بحجة ماذا؟ بحجة الأمن القومي. أين الأمن القومي؟ هل لهم
أمنهم القومي ونحن ألسنا صاحب أرض؟ نعم. ألسنا صاحب قضية؟ منذ متى ونحن هنا على أرضنا نعيش؟ ليس لأحد منة علينا، نحن لا نعيش في معنا الآن في سوريا ومن جاءوا من خارج سوريا ونعرفهم ويعرفون أنفسهم، أما فنحن أصحاب أرض. نعم. نحن أصحاب أرض ولنا الحق، كما للعربي حق أيضا لنا حق، كما للآشوري حق كما لنا حق. ونحن لا نطالب بحقوقنا فقط، بينما نطالب بحقوق جميع المكونات الموجودة. يعني هلا الإدارة الذاتية الموجودة كانت ما زالت موجودة حتى الآن. هل كانت متمثلة بس بالأكراد؟ لا، فيها العرب وفيها المسيحية. يعني نحن لماذا لا يتم الاستفادة من هذه التجربة في سوريا؟ لماذا الحكومة المؤقتة لا تقوم بالاستفادة من هذه التجربة الفريدة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتمثيل جميع المكونات في إدارة البلاد؟ لأن الحكومة الحالية الجديدة الموجودة هي لا تريد أن تسمع بكلمة الكردي. لا يروق لها حتى اللسان الكردي. معروفين يعني الناس يسيرون من قبل بعض الدول الأوروبية الغربية. نعم. والأتراك هم الذين يمثلون. يعني الدول التي تقتصر كردستان فيما بينها، سواء الشعب العربي أو الفارسي أو التركي، يختلفون فيما بينهم، لكن عندما يتعلق الموضوع بالكردي أو بالأكراد الجميع يتفق على محاربتنا. لماذا؟ نعم. لماذا للتركي الحق في أن يعيش على دولته، على ترابه وفي دولته، ولا يحق للكردي؟ ما هذا القانون؟ هذا قانون شريعة الغاء. يعني الأتراك حاليا لهم اليد الطولى في كل ما يحدث حاليا. في كل ما يحدث في سوريا. حاليا كل ما يحدث في سوريا ليس بمعزل عن الأتراك ولا المخابرات التركية. طيب سيد سليم، يعني بالنسبة لدمشق وفي حال استمرت بسياسة الإقصاء، ما الخيارات المطروحة لديكم سياسيا؟ الخيارات المطروحة أن متمردين وما بيقبلونا، لكن أن نكف عن نضالنا هذا مستحيل طبعا. ككردي عم بقول، ونحن كحزب كمان سنبقى ونعمل لأجل قضيتنا مهما كلف الأمر. من دفع الشهداء بالآلاف، ب10,000 شهيد قدمناه، مو لقاء انه والله قل السلام عليكم خير ما اعطونا شيء، لا، سنأخذ حقنا شاء من شاء وأبى من أبى. حقنا سنأخذها، سنحصل عليه بالقوة بالزور، شلون ما كان بدنا ناخذ حقنا. ستقاطعون الانتخابات حاليا؟ طبعا الانتخابات احنا ما لنا علاقة فيه. شو انتخابات هاي؟ أنا لا أسميها انتخابات. أنا لا أسميها انتخابات، أسميها مازلة. أي انتخابات هذه؟ يعني 20% نسبتنا نحن بسوريا كإحصائية، 20% نسبة الأكراد في الشعب السوري، طلع لنا 4 كراسي. هي وين صارت هي وين صارت؟ هذا مخالف أيضا للاتفاق المبرم بين قوات سوريا الديمقراطية. هذا مخالفة كل شيء، مخالفة للإنسانية. أخي أنا 42 يطلع لي، أنا 20% يطلع لي 42، يطلع لي 40، يعطيني 35. مو ولا 4 والأربعة اللي تعطيني كمان أنت تحددهم وأنت تفرضهم علي، كمان هاي مو مقبولة مع الأسف. ممكن قسم منا أو ممكن نحن أو طرف منا أو إلى آخر ما هنالك يريدوا منصبا أو كذا إلى آخره، لكن القضية الكردية ستبقى وستنتصر آجلا أم عاجلا. اليوم القضية الكردية ليس فقط بمجلس الشعب، هنالك أيضا قضية اعتراف سياسي كامل بالكرد، باللغة الكردية، بالمناهج الكردية، بالتغيير الديموغرافي الذي حصل في الجغرافيا. حاليا هلا الانتخابات هاي فيها تغيير ديموغرافي. نعم. لأنه طالما أنا ما تعطيني النسبة اللي أنا أستحقها لا تعترف غير ديموغرافيا. وهن مو من اليوم يحملوا ديموغرافيا، من اليوم اللي جابوا عرب الغمر والحزام العربي وحطوا الحزام حول خاصرة الشعب الكردي، وبعدين فيما بعد الإحصاء
المواطن الكردي اللي سلبوه أو أخذوا منه الجنسية، أخذوا منه الهوية، بالتالي عم يحاربني. نحن والشعب السوري كنا نختلف في أمر واحد بس. نعم. هن كمان في قسم كبير من الشعب السوري أيضا كان يتعرض لمضايقات كثيرة. نعم. بس نحن الأكراد كنا لمضايقتين نحن كنا نتعرض. أولا كناحية إنسانية وطنية سورية كأي مواطن عادي نتعرض، من ناحيتين الناحية القومية. يعني إمتى كنا نقدر نقول والله أنا كردي؟ كانوا يحاربونا بلقمة عيشنا. يشيلونا من أنا كمدرس، يشيلونا من المدارس، يطردونا من المدارس. رفاق لنا موجودين حاليا ما خلوهم يخدموا بشهادتهم او يشتغلوا بشهادتهم شهر او شهرين، ما يصرحون من الوظائف. ليش؟ لانه كردي. طيب انا كردي، هل انا اخترت ان اكون كرديا؟ انا ما اخترت ان اكون كرديا. نعم. هكذا الله اختار. فلو كان لك مشكله فمشكلتك ليست معي، مشكلتك في من جعلني كرديا. الآن أنا كردي وأعتز بكرديتي، وسأبقى أعتز بكرديتي، وسأعمل لأجل كرديتي، لأنه الضغط يولد الانفجار. لولا هذا الضغط ممكن كنا من هون واحد مثل حكايتي أو فلان من الناس ينسى أو يتناسى، لكن الضغط اللي عم يمارسه واحد ضدنا كانوا نحن ما لنا شعب، كانوا نحن ما لنا بشر. على كيفهم. يعني من أيام البعث إلى يومنا هذا نتمنى نشوف حكومة وطنية، حكومة ديمقراطية، حكومة تنظر إلى شعبها نظرة اعتدال ونظرة مساواة. كل ما يقولونه كذب. يعني ما جرى للدروز، ما جرى للعلويين، نعم. ما قد سيجري لنا مستقبلا أو ما يجري لنا الآن حاليا، ماذا نسميها؟ بماذا نستطيع أن نصفها؟ شو هي؟ ليش أنا ليش تحاربني؟ ليش؟ يعني وين المشكلة؟ أنا لما أكون بمدرسة مدرس لغة عربية أنا ويعطيني قرار يقول لي وقع عليه ممنوع التحدث إلا باللغة العربية. ليش؟ ماذا؟ يا أخي أنا لغتي كردية. ماشي، أنا بالدوام أنا مدرس لغة عربية وأدرس باللغة العربية وأحكي لغة عربية، بس لا تمنعني من لغتي الكردية. هلا حاليا ما عاد يقدروا بآلاف، صار عندنا آلاف المعلمين أساتذة والجامعيين وأطباء ومهندسين وخريجين من جامعاتنا الكردية ومدارسنا ومعاهدنا الكردية. اليوم اللي ما كنا موجودين بالأساس ما قدروا علينا، هلا بعد كل هالكم الهائل يقدروا علينا؟ مستحيل. نبقى نضطر يحاسبونا، يضربونا، يأكلون حقوقنا، لكن في النهاية سننتصر. سننتصر إجباري. يعني الجميع يتحدث عن الفرصة التاريخية حاليا لبناء سوريا الجديدة. يعني في حال استمرت الحكومة المؤقتة بإنكار حقوق الشعب الكردي الدرزي العلوي وباقي المكونات والتمسك بلون واحد، إلى أين يتجه سوريا؟ إلى أين يتجه الوضع في سوريا؟ إلى الجحيم. تداعيات هذه تداعيات مثل ما قبل قليل قلت انه هون ستبقى سوريا في ازمتها البنيويه الى ما شاء الله. لانه ليس هناك نيه حقيقيه لبناء سوريا كدوله تعدديه لا مركزيه سياسيه تؤمن بحقوق كل مكوناتها. نرى تصريحاتهم ايجابيه ردود، ولكن على ارض الواقع عمليا تصريحات ايجابيه، ما في تصريحات ايجابيه. انا برايي ما في ولا تصريح ايجابي حقيقي. ربما يتحدثون وربما يتكلمون، لكن هلا المرسوم اللي طلع مرسوم 13 وممكن كثير من الناس صفق للمرسوم. نعم. ايش كان المرسوم؟ ما ياتي بمرسوم يلغى بمرسوم. ما قلته او ما تقولونه ثبتوه في الدستور. نحن نطالب بتضمين حقوقنا في الدستور السوري الجديد. وقتها خيو لا يعطونا شيء، ما بدنا حقوقنا، ثبتوا حقوقنا مثل ما قال رفيقنا الامين العام للحزب الرفيق محمد موسى. خيو ثبتوا حقوقنا في الدستور الجديد لسوريا ونحن معكم مستعدين نرفع ايدنا ونقول خيو انتم خيرا عملتم ونحن معكم. لكن قرار الشفهي
هكذا والله نحن أخوة، نحن والأكراد أخوة، نعطيهم حقهم كذا، كلها عبارة عن ذر الرماد في الأعين، ولا تمت الحق بالصلة. رسالتك للشعب الكردي، للشاب الكردي، للشابة الكردية، للنضال ومن أجل حقوقه والتمسك أيضا بلغته الأم في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها سوريا. بتعرف أنا عمري صار 70 سنة، أنا قبل 3 سنوات فتحت دورة تعليم اللغة الكردية، والحساب عندك. إذا أنا بال 65 من عمري بلشت أفتح دورة باللغة الكردية، شو معنى ذلك؟ الإحساس القومي الموجود داخلنا. نعم. صار وقته هلا وقته، يعني لكل شعب لغته، لكل شعب لغته. لماذا تحرمني من لغتي؟ لماذا تحرموني أنا من لغتي؟ هذه لغة أنا ليس من اخترتها أنا خلقت كردي. هلا لو كنت خلقت مسيحي أو يهودي أو إلى ما هنالك، مين كان يغيرني؟ ما حدا يغير. أنا خلقت كردي ولساني كردي، وتسألني حاليا أعتز بكرديتي وسأبقى معتزا بكرديتي. هلا أولادنا مو مثلنا. والله ابني الصغير حفيدي ممكن عمره 3-4 سنوات، يا ريت هلا لو تشوفوا العلم بإيده بالشارع يروح قصادي ومن هالنوع هذا. ليش؟ صاروا يعرفوا كل شيء، تعلموا كل شيء. ممكن هن ما شافوا الظلم والضغط اللي نحن يعني مورس ضدنا، لكن هذول هلا ونحن ما عم نمنعهم. بالعكس انا لما اشوف العلم الكردي بايد ابني او اشوفه يقول هربجي قصادي هربجي يبكي هربجي، كل ما يتعلق بالامه الكرديه بالكرد لما يلفظها ابني افتخر فيه. نعم. كلمة أخيرة توجيهها للسوريين جميعا، وأيضا رسالة إلى دمشق بالنسبة لسياسة الأقصاء، وأيضا بالنسبة لإعطاء الشعب الكردي حقوقه من أجل بناء سوريا جديدة مبنية على التشاركية والتعددية. إن كانوا يرغبون فعلا في بناء دولة سورية قوية، يجب أن يرجعوا إلى كافة مكونات الشعب السوري، وأن يعطوا لكل منهم حقوقهم، وأن تكون سوريا فعلا للجميع، ليس بالكلام وإنما بالمجال العملي أيضا. سوريا للجميع بكرده وعربه وسريانه. تستطيع سوريا أن تعيش، عدا ذلك ستبقى سوريا في هذه الدوامة ولا تستطيع الخروج منها إلا بحكومة وطنية ديمقراطية تعددية لا مركزية سياسية. نعم. هذا هو السبيل الوحيد لإنقاذ سوريا، عدا ذلك ضربة من الوراء. نعم. أكتفي معك بهذا القدر. أشكرك جزيل الشكر السيد سليم مجيد، عضو اللجنة المركزية للحزب اليساري الكردي في سوريا، على مجمل ما تفضلت به من معلومات وإيضاحات. وأنا أيضا أشكركم وأشكر قناتكم الموقرة على إتاحة هذه الفرصة للتحدث معكم، فنحن وإياكم نعمل معا ونصب في خانة واحدة. شكرا جزيلا لك. نعم مشاهدينا، بهذا القدر وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا الخاصة. شكرا لحسن المتابعة، دمتم بخير.